بمجرد أن دخل الشيخ الشعراوي إلى هذا الجمع الرهيب، طبعا هو دخل من أقرب مدخل قريب للمنصة. بمجرد أن دخل قام أحد إخواننا بالهتاف، هتافاتنا الثورية التي كانت معهودة وقتها، وارتج المكان كله بهتاف أكثر من 20,000 أو حوالي 20,000 من الطلاب والحضور من أهل أسيوط. فأخذت الشعراوي رهبة من الموقف، وهذا كان مفاجئا لي. الشيخ الشعراوي قد يكون معتادا أن يتكلم في التلفاز، أن يتكلم في مسجد، لكن هذا الحشد الكبير أظنه لم يعتد الحديث فيه. حتى لو اعتاد الحديث فيه وألف الحديث في هذه الحشود التي يعني تشبه ما سميناه بعد ذلك البليونيات وما إلى ذلك، فهو لم يعتد الهتاف بهذه الكيفية. الهتاف رج المكان، فالشعراوي أخذته رهبة من الموقف فتعجبت. ثم صعد الشعراوي إلى المنصة وما زال الشيخ السوفي يتكلم، فالشيخ السوفي أخذته رهبة من الشيخ الشعراوي، وكانت هذه أيضا مفاجأة لي. أنهى الشيخ السوفي كلمته وأخذت الميكروفون لأقدم فضيلة الشيخ الشعراوي، فقلت كلمة ذكرته فيها بمعنى كان قد قاله لي في لقاء القطار. لقاء القطار حكيته لكم بالأمس في الحلقة السابقة، آسف. كان قد قال لي في لقاء القطار لما اعترضنا عليه في مسألة قبوله الوزارة، قال: أنا قلت من فوق عرفات. كان له خطبة مشهورة، خطبة يوم النحر أو خطبة عرفات، كان له خطبة مشهورة على عرفة، التي خطبة عرفات يعني، آسف مش خطبة يوم النحر. فقال لي فيها، قال في القطار: لقد قلت من فوق عرفات قولوا لحكامكم الله أو الدمار. فأنا ذكرته بهذه الكلمة، وكنت متفقا مع أحد الإخوة، فعندها أخذ ميكروفونا وهتف الله أو الدمار، فهتف هذا الجمع الرهيب الله أو الدمار، الله أو الدمار، فكان المكان يرتج بالهتاف. أنهيت كلمتي وبدأ الشيخ الشعراوي يتكلم، وبدأ بمقدمة لغوية، هو طبعا ماهر في اللغة بكل تأكيد، هذا تخصصه. جلست قليلا ثم أخطأت خطأ كبيرا، قررت أن أترك المنصة وأن أجوب حول المكان، أراقب المكان من الخارج. يعني كان هذا خطأ بكل تأكيد، كان من المفترض أن أظل في المكان. خرجت إلى الخارج فوجدت خارج الاستاد بأمتار نائب رئيس الجامعة، فنادى علي فذهبت إليه، فوجدت رجلا يقف معه عرفني به، هو حكم دار أسيوط، يعني الرجل الثاني بعد مدير الأمن في أسيوط. تجاذبنا أطراف الحديث، ونائب رئيس الجامعة يسألني، بيقول لي: هو الجامعة الإسلامية كان في الجامعة يا عاصم؟ قبلها بحوالي 4 أيام كنا عقدنا مؤتمرا جماهيريا ضخما في الجامعة، وقد ذكرت لكم من قبل عندما كانت تعقد مثل هذه المؤتمرات في الجامعة كانت تعطل الدراسة بلا معطل، يعني لا أحد يجبر الطلبة ولا حتى يطلب من الطلبة عدم الدخول إلى المحاضرات والسكاشن، ولا أحد يطلب من الأساتذة والمدرسون ألا يدخلوا إلى طلابهم، ولكن تلقائيا بمجرد صلاة الظهر وبدء المؤتمر تنتهي المحاضرات، كله يتوجه إلى الساحة التي يقام فيها المؤتمر، الذي يقف على الأرض وهي أعداد كبيرة، والذي يعتلي بعض المباني، والذي يقف في مختلف الأدوار في مختلف المباني المطلة على الساحة، والدكاترة والأساتذة والطلبة والمعيدين، وبتنتهي الدراسة تقريبا في الجامعة تماما. فعندما سألني كم عدد الجماعة الإسلامية في الجامعة عاصم، قلت له كان الدكتور عبد الرازق حضر المؤتمر الأخير، كان يقف في بعض المباني يراقب المؤتمر الأخير. قلت له: شفت المؤتمر الأخير يا دكتور عبد الرازق؟ قال لي: قلت له: هم دول الجماعة الإسلامية؟ فانتفض.
قال لي لا 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 انت بتبالغ، انت بتبالغ، لا 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 انتوا ممكن تكونوا 300 في الجامعه وبتاع. قلت له لا احنا عملنا مؤتمر واعضاء الجامعه هم اللي حضروا، فكان مغتاظا. ونحن نتكلم فوجئت بتغير في الصوت اللي بياتينا من الميكروفونات اللقاء، فسارعت بالعوده فوجدت حالة من الهرج والمرج فوق المنصة، ولم أدري ما يحدث، فقفزت مسرعا إلى المنصة فوجدت المسؤولين قد فصلوا الصوت عن كل الميكروفونات، لا اللي قدام الشعراوي ولا اللي قدام المقدم ولا اللي قدام ولا ميكروفون من هذه الميكروفونات شغال. واكتشفت يعني بعد يعني سؤال للحاضرين بسرعة أن الرجل الذي اتفقنا معه أن يتحدث في نهاية المحاضرة قد قفز إلى المنصة بعد حوالي 10 دقائق فقط من بداية كلمة الشيخ الشعراوي، وأخذ أحد الميكروفونات وقال الكلمة المتفق عليها ولكن في بدايات المحاضرة. طبعا انفعل الشيخ الشعراوي وانفعل رئيس الجامعة وحدث هرج على المنصة، وحاولنا السيطرة، أطلب منهم الصوت في الميكروفونات، خايفين يجيبوا الصوت لحد ينتقد تاني الشيخ الشعراوي. في النهاية اقتنعوا ان يرجعوا الصوت للميكروفونات. بدأت اهدي الشيخ الشعراوي واهدي الحضور حقيقة ما كانوش ثائرين، لكن هو الشيخ الشعراوي اللي كان ثائرا، وكان في الصف الاول قاعدين الجماعة الموردين بتوعه اللي هم جايين معاه من القاهرة، ومنهم واحد عقيد في الجيش كان ملازما دائما للشيخ الشعراوي. والشيخ الشعراوي غاضب، والعقيد ده يقرب له كده تحت المنصه عاليه، يقرب له كده وبعدين يبص الشيخ الشعراوي يقول له هذه اهانه. فالشيخ الشعراوي رحمه الله يصيح هذه اهانه. الراجل برضه يجي كده تحت المنصه يقول له ونحن ننسحب. شوف هو الراجل ده يقول ونحن ننسحب. الشيخ الشعراوي يقول لك نعم ونحن ننسحب، يجي لامم طرفين العبايه بتوعه من ورا ظهره ويرميهم على كتافه كده من ورا ويقوم ويجري ورا رئيس الجامعه ويجيب الشيخ الشعراوي ويهديه ويقعده، هو يهدى ويقعد، والراجل اللي تحت ده الله يصلح حاله جاي له من تحت كده يقول له هذه اهانه ونحن لا نقبلها ونحن ننسحب. الشيخ الشعراوي نعم نحن ننسحب، رامي العبايه على كتافه ويتوجه مسرعا ورئيس الجامعه يجري وراه تاني. فتكلمت قلت ليس من حق احد ان يقاطع فضيله الشيخ. فضيله الشيخ له الحق في ان يتكلم إلى نهاية المحاضرة، فأعجبت هذه الشيخ الشعراوي. ومن له رأي يستطيع أن يقوله بعد ذلك، فأغضبت هذه الشيخ الشعراوي. قلت الكلمتين دول وبدأت الميكروفونات وخلاص الميكروفونات حطت، الشيخ الشعراوي قعد وهيبتدي ونزلت. أنا نزلت فاستدعاني، بقيت أنا تحت وهو فوق، فاستدعاني فتقدمت ناحيته فنظر إلي وقال لي قديمة العب غيرها، ما تجيبش الناس على اسم الشيخ الشعراوي علشان تنتقد الشيخ الشعراوي. فالمهم يعني انصرفت وتركته يكمل المحاضرة. فبدلا من أن كان في بداية المحاضرة بيثني على الشباب انقلبت الأمور. بدأ كلامه بعد هذا الانقطاع وهذا التوتر بقوله يرحم الله الشافعي قال ما جادلت عالما إلا غلبته ولا جادلني جاهل إلا غلبني. يبدو أن هناك أناسا لا يحبون أن يخرج الإسلام إلا من حناجرهم. وبدأ الشيخ الشعراوي في الهجوم، خذ وقت في الهجوم ثم استكمل محاضرته. وبمجرد ما أنهى المحاضرة ارتكب منظم الحفل خطأ كبيرا، قطعوا الصوت عن الميكروفونات والإضاءة عن المكان، عن الاستاد كله، فأصبح المكان مظلما والظلام دامسا. قفزت إلى المنصة وأخذت الميكروفونات اليدوي اللي هي بتعمل بالبطاريات، حاولت أن أكلم الناس
لكن أين يذهب صوتك في 20,000 وكلهم هائج وكلهم رافض؟ بعضهم غاضب مما قاله الشعراوي في الهجوم على الشباب، وبعضهم غاضب من الأخ اللي خرج وقاطع الشيخ الشعراوي وأفسد المحاضرة، وبعضهم غاضب من قطع النور، وبعضهم غاضب من كذا، واختلطت الأصوات وظهرت أصوات فجأة في الظلام تقول الجمنيزيوم، سنحطم الجمنيزيوم، هنكسر الجمنيزيوم. الجمنيزيوم صالة الألعاب الرياضية المغطاة في الاستاد، ويعني كثير من واجهاتها زجاجية ومن السهل تحطيمها، 20,000 غاضبون، والمسافة بين مكان المؤتمر وبين الجمنيزيوم لا تتجاوز 60 أو 70 متر، يعني خلال أقل من دقيقة سيكون الغاضبون وصلوا للجمنيزيوم وحطموه. المشكلة أن في الجمنيزيوم في أعداد كبيرة من الأخوات ومن النساء جاءوا لحضور المحاضرة، يعني النساء اللي جاءوا لحضور المحاضرة كان مكان جلوسهم في الجمنيزيوم، يعني كان موقفا صعبا. ربنا سبحانه وتعالى ألهمني، لأن لا يمكن صوتي بالميكروفون اليدوي يصل للناس، يعني رفعوني على أكتافهم إخواني وحدثت من حولي، طلبت منهم قلت لهم رددوا معي، فأهتف هتافا فيرددون معي، وفي المرة التالية اللي أهتف فيها يردد معي عدد أكثر، يبتدي الناس يحسوا إن فيه هتاف موحد. في المرة الثالثة عدد أكبر، في المرة الرابعة ردد كل الحضور، فأهتف يرددون، ثم صمت عن الهتاف وحدثتهم، قلت لهم في الجمنيزيوم توجد أخواتكم، من طلب منكم التوجه للجمنيزيوم إنما أراد أن يحدث مجزرة هذه الليلة. الحمد لله ربنا أكرمنا وسيطرنا على الموقف، وخرجنا بهذه الحشود مظاهرة صغيرة بين مباني المدينة الجامعية، وانتهى اليوم عند هذا المشهد